السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. إن لم تكن مشترك في القناة فاشترك لدعمنا وتشجيعنا. تطبيقا للبرنامج الرقابي المشترك ما بين مصالح الرقابة بالمديرية ومصالح الأمن الولائي، تدخلت إحدى الفرق التابعة للجمارك ابتداء من الساعة 1 زوالا من نهار السبت على مستوى إحدى نقاط التفتيش عند مدخل مدينة الحدادة المؤدي إلى المعبر الحدودي. استهدف هذا التدخل الذي استمر إلى غاية 7 مساء مراقبة تدفق السلع عبر الشريط الحدودي، لا سيما المدعمة منها، إلى جانب مراقبة مدى احترام الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية لا سيما الحساسة منها، حيث أسفرت هذه العملية على حجز كمية معتبرة من مواد غذائية مدعمة على النحو التالي: 213 لتر من مادة الزيت الغذائي، 6 علب حليب أطفال، أزيد من 30 كيلوغرام من البقوليات الجافة المختلفة، زد عن ذلك مواد التنظيف والحلويات. في ديلا أول مرة شيخ أنا نجي فكرة راهي مخالفة نحن في تونس وحتى في الجزائر حتى السلامة تاعك راك عندك مخالفة جمركية. هذا الولد مزاك ولد مرة ولدك وريك التليفون. شوف خليني نفهمك، راك أولا حيازتك على